احد مشاكل الحساد انه اذا شاف شخص ناجح تجي كذا غصه في قلبه، كذا يعني نغزه في قلبه. ليش هذا؟ عارف، ما يبغى يقول بالضبط، حسد. وهذه ليست من ادبيات الثراء. الثراء بعيد عنها. اذا اردت ان تتقمص الثروه ودخلت عالم الثروه، فمن اجمل الادبيات انك انت تدعو للناس، تحمد الله وتدعو. هذا هو الامتنان. وذكرت حتى في الكتب الغربيه، هي موجوده عندنا بس احنا للاسف احيانا ما نقرا. الامتنان ان تشكر الله سبحانه وتعالى الموجود وتساله المزيد من المفروض ما عندك. فعندما انت مثلا تشوف واحد ما شاء الله جات له ارباح مثلا ب100,000 وانت ما جاتك ارباح، ما شاء الله تبارك الله، ربي يزيده. عندما تدعو له ربي يعطيك. لما تعيش بهذه العقليه حتكون سعيد جدا في حياتك. شوف، ما اقول انه ما في مشاكل. انت في البزنس وانا في البزنس وعندي عملاء في البزنس، كلنا مررنا بعقبات وعثرات، بعضها صغير بعضها متوسط بعضها كبير جدا. لا بأس، عادي، امشي. الفرق بين اللي نجح بعد هذه المشاكل واللي فشل انه هذا نهض واستمر، نفض ثيابه قام. اما هذاك قال انا طحت، فهذا الطيح اللي ما عاد اقوم منها، وتلقاه دخل في اكتئاب وحالات. ليش سووا هذا الشيء؟ احيانا بعض يكون عندهم ضعف في الثقه بالله. فانا اقول ثقه بالله، حط حلمك، اكتب، باذن الله رب العالمين يوفقك. وفي شغله كمان مهمه، ما اعرف هو الحديث ياخذ بعضه فندردش. تجيني تساؤل ويمكن يمر عليك، وهذا البعض عنده تصور بان ابناء الاثرياء دائما اثرياء وابناء التجار دائما تجار. عشان كذا تشوف حتى في السوشيال ميديا، حتى فيديوهاتي تعلق عليه انه هذا جاي من عائله ثريه وهذا كذا. حتى يعلق احيانا على يزيد الراشي، والله هذا عاد طبيعي جدا انه هو يحقق هذا الانجاز. طبيعي؟ لا، مو طبيعي. اعرف كثير من ابناء الاثرياء ليسوا اثرياء، بل عليه ايقاف خدمات وعليه سجون ومتبرين اهله منه كمان. ابناء اثرياء، عوائل كبيره جدا. ليش؟ ايش اللي صار؟ ما الفرق بين هذه العوائل؟ انا نعم اعرف انه هذا الشخص الذي نشأ في عائله ثريه اساسيات الحياه موجوده عنده الحمد لله بحياه كريمه. لكن الفرق بين الناجح والفاشل منهم هو ان الناجح تعلم من الناجحين وبدأ من حيث انتهوا، والفاشل رفض هذا العلم وقال انا بأسلك طريق ثاني. وبعضهم من الناجحين مو شرط انه يكمل ما بدأه آباءه، يعني ممكن ابوه وجده يكون عندهم بزنس في بنوك ولا مصارف ولا شيء، هو دخل بموضوع ثاني لكن تعلم الاستراتيجيه. والبعض حقق نجاحات هم موظفين. يعني ترى ما ادري اذا عملت نسبه تجد ان ابناء الاثرياء نسبه كبيره منهم موظفين ليسوا تجار، وموظفين في مجالات مختلفه تماما. انا اشوفهم واجلس معاهم وعارف هذا الشيء. يمكن بعض المشاهدين او المستمعين ما عاشرهم فما يعرف، ترى موظفين. وهذه سياسه الان جديده عند العوائل التجاريه انه ما تشتغل معايا. وحتى هذا انا اخذت السياسه، ولدي ما انا قاعد ادرب ابني يحيى، قاعد ادربه على موضوع التقنيه وكذا. لكن خطتي له انه ما يعمل معي. ليش؟ عندما ابنك انت تكون ثري وابنك تخليه يشتغل في وظيفه او شركات برا، يبتعد عن بيئه المجامله. غالبا اذا اشتغل في شركه ابوه ولا اخوه ولا اللي يكون، حيكون في نوع من المجامله، فهذه تؤثر على انتاجيته. وعشان كذا احنا نقول ايش الفرق بين الموظف اللي راتبه 100,000 والموظف اللي راتبه 5,000؟ ممكن يكون في نفس السن، ممكن يكونوا اخوان، ممكن يكونوا في نفس الظروف، كل حاجه، لكن تلقى واحد منهم 100,000 والثاني 5,000. حاجه واحده، اختار هذاك ابو 100,000، اختار تخصص ركز عليه، تعلم مهارات عمليه واشتغل على نفسه اكثر. وهذا الشخص الثاني زهد في تعلم المهارات العمليه وزهد اصلا في اختيار التخصص، قال لك يا رجال ما عندي مشكله، ابوي يعطيني ولا انا ادبر عمري. ومضت الحياه، في 10 سنوات تلقى هذا فوق وهذا تحت. عشان كذا من اهم النصائح اللي ممكن ننصح فيها الجميع، وانت في عمر ال15 اختر تخصص نقاط قوتك فيه الريت فيها عالي، فاكتشف ذاتك، اكتشف نقاط قوتك، واعرف من انت،
وابدأ مارس عمليا قدر المستطاع، لأنه أبو 100,000 اللي فرق معاه ترى ساعات الممارسة عنده أكثر من أبو 5,000. ولو رحت في نفس القطاع في الشركة اللي شغال في هذا أبو 100,000 شهريا، حتلقى أشخاص ثانيين بنفس الوظيفة لكن رواتبهم أقل. ليش؟ هذا ساعته العملية واشتغل على نفسه أكثر، فاكتسب مهارات أكثر، فبالتالي ارتفعت قيمة السوقية.